في النهارده زي ما قلت لكم معانا طبعا حاجات حصريه من تركيا. منتخب الشباب وصل تركيا. منتخب الشباب لعب مباراه نيوزيلندا الوديه وفاز فيها بهدفين لهدف. منتخب الشباب بيستعد دلوقتي بشكل نهائي لكأس العالم اللي قدام حضراتكم. طبعا دي لقطات حصريه 100%. ده سياده العميد ثروت سويلم وكان جنبه الحاج محمود الشامي، ودلوقتي ده احمد الجوهري برده بالتيشيرت الاحمر، كلهم لابسين احمر انا عارف، بس اللي كان على اليمين ده. وفي دي طبعا ملاعب التدريب. عايز اقول لكم بقى انه انطاليا اللي بيلعب فيها منتخب الشباب سياده العميد ثروت سويلم، هو بيعمل كمان مهارات فرديه يعني هو والجوهري حاجه يعني بقول لكم حاجات حصريه طبعا من هناك. الجوهري برده لعيب جامد بحكم حتى اسمه يعني. المهم انه انطاليا اللي انا بقول لكم عليها طبعا مدينه من المدن الجميله جدا، هي مدينه ساحليه. عايز اقول لكم انها قريبه جدا من اسكندريه، فرق بينها وبين اسكندريه البحر المتوسط، يعني بالطياره من اسكندريه لانطاليا 55 دقيقه بالتحديد. طبعا هي ما بتطلعش الرحله من اسكندريه، لكن انا بوريكم قرب المسافه يعني. انطاليا فيها منتجعات رياضيه رائعه، يعني دايما بتلاقي معسكرات فرق كتير جدا. كان مره الحقيقه معسكر النادي الاهلي كان في انطاليا، وده رامي ربيعه طبعا تدريبات تاهيل، نتمنى من ربنا انه يكون موجود الحقيقه، عشان رامي ربيعه بيعمل مجهود غير طبيعي علشان يلحق، وزي ما انتم شايفين ملزق حاجات وبيعمل، وهتشوفوا حتى هو راكب الطياره لازق حاجات على ركبته بيحاول انه يلحق لاقصى درجه. يعني لسه فرصه مش سهله، مش عارف هيلحق ولا مش هيلحق خالص. حتى انتوا عارفين يعني ربيعه فوت طبعا كل مباريات الوديه، كل مباريات الاعداديه، فبقت حاجه يعني طبعا مش سهله انه يخش ويشارك مباشره، بينما اللعيبه كلها بتستعد بقى لها كتير جدا. انطاليا بقول لكم منتجع فيها طبعا. كان النادي الاهلي مره عمل معسكر هناك، والحقيقه لما شفت هناك كل الفرق من كل العالم، روسيا وبولندا وفرنسا، كل الفرق من كل العالم بتروح انطاليا وبتلعب هناك، بتعمل هناك معسكرات، لانه اماكن بره المدينه تحفه الحقيقه، حاجه يعني عالميه، مناظر طبيعيه يعني مناظر طبيعيه خلابه جدا، وملاعب هناك، وحاجه امكانيات اكثر من رائعه في مدينه انطاليا دي اللي موجود فيها منتخب الشباب. بعد كده لما اقتربت البطوله النهارده منتخب الشباب انتقل للفنادق الخاصه بالفيفا بقى خلاص. يعني الفيفا طبعا هو منظم كاس العالم، وبالتالي هو اللي بيستضيف الفرق كلها، فبيحدد الفيفا طبعا عده فنادق تنزل فيها الفرق. طبعا بيتجنب بقى شويه حاجات زي مثلا انه فرقتين في نفس المجموعه او هيلعبوا بعض يقعدوا مع بعض، عنده شويه حسابات بيحسبها. لكن دخلوا بقى خلاص وسط المدينه، يعني ما بقوش في المنتجعات الرياضيه الخارجيه، بقوا في فندق عادي خالص، فندق قريب جدا من الاستاد على حد علمي، يعني ما فيش 5 دقائق من الاستاد، وفي نفس الوقت ملاعب التدريب برضو قريبه جدا. ف طبعا انتقلوا خلاص لهذا الفندق اللي بقول لحضراتكم عليه، والنهارده هم موجودين هناك. دي الاستعدادات النهائيه. طبعا زي ما انتم عارفين برضو ان مسعد عوض لاعب بقى اقول النادي الاسماعيلي حتى الان، لكن خلال لحظات قليله او خلال ساعات قليله هيكون لاعب النادي الاهلي. مسعد عوض العقود الخاصه بانتقاله للنادي الاهلي راحت له تركيا، ومفترض ان هو يوقع عليها ويبعتها تاني، لانه خلاص النادي الاهلي حصل على الاستغناء من نادي الاسماعيلي. وعايز اقول لكم ان حاله مسعد عوض كمان حاله مختلفه، ان هو هيكون اول لاعب في تاريخ النادي الاهلي اللي بيوقع على عقده رئيس النادي، وبينطبق عليه بقى القصه بتاعت يعني انتوا عارفين بقى الاحتراف والشركات المحترفه لكره القدم وكلام من ده. النادي الاهلي خلاص المفترض ان هو بيحول النادي لشركه، فمسعد عوض هو اول لاعب بقى في القصه الجديده دي، وعقده بينطبق عليه الموضوع ده، وبالتالي عقده موقع من الكابتن حسن حمدي رئيس النادي الاهلي. كان في حد حريف كده على الشاشه من شويه جبنا لكم وهو بينطط وبتاع، فقلنا لازم نكتشف المهاره دي. سياده العميد ثروت سويلم من تركيا. مساء الخير يا سياده العميد. مساء الخير يا عبد الرحمن. كنا جايبين لك لقطات مهاريه انت واحمد الجوهري دلوقتي على الشاشه، يعني حاجه انا حاسس كده تلفت يعني هو قدامنا على الشاشه تاني كمان، واضح ان في مهاره، لا يعني في سنس اهو في الكوره على طول يا سياده العميد. ربنا يخليك يا استاذ عبد الرحمن. اخبار في تركيا ايه يا فندم؟ والله الحمد لله احنا لسه واصلين انطاليا اللي هي المعسكر الرئيسي بتاع كاس العالم اللي هو الاتحاد الدولي حجزه، والحمد لله. والكابتن ربيع كان في مؤتمر صحفي معاه. المقر الاقامه الاربع دول موجودين، انجلترا وشيلي والعراق في نفس الفندق. في نفس الفندق؟ في نفس الفندق. يعني انتوا قاعدين فرق المجموعه كلها في نفس الفندق؟ المجموعه كلها في نفس الفندق. اوكي. وانا مستني الاستاذ جمال علمنا ان هو ان شاء الله يكون رئيس البعثه اول ما يوصل، هو لسه ما وصلش. والامور ماشيه الحمد لله تمام،
يعني مجموعه اللعيبه محترمه جدا وعندهم حافز كبير جدا ان هم يعملوا حاجه، وان شاء الله هتسمع خير باذن الله على المنتخب ده، لان الفتره الاخيره دي كان في يعني تركيز جامد جدا في التدريب وكده، فالحمد لله مستواهم اعتقد ان هو رجع على حاله كما كان قبل ايام كاس الامم الافريقيه، لان انت عارف يا كابتن عبد الرحمن ان هم يعني اكثر من شهرين كانوا بعيد عن كابتن ربيع، فهم ما اتجمعوش الا في اسبانيا وسويسرا وفي تركيا، فالحمد لله المستوى يعني بدا يعني يرجع لعهده يعني، وان شاء الله خير باذن الله. كابتن ربيع يعني في حاله مزاجيه جيده؟ والله الكابتن ربيع انت عارف ان هو يعني اخلاصه جامد جدا مخليه دايما عاوز كل حاجه افضل يعني، مشدود شويه الحمد لله. لا يعني هو مركز جدا معاهم ومعسكر مثالي جدا، فالحمد لله يعني. بس انت عارف كابتن ربيع عاوز كل حاجه مثاليه يعني، فالامور ماشيه الحمد لله بخير، واللعيبه ملتزمه ومنضبطه جدا، وكل الامور كويسه باذن الله. عرفتوا طبعا وانتوا هناك ان مسعد عوض انتقل للنادي الاهلي، وان يمكن العقد هيروح له ويتمضي وكده، ولا دي قصه ما حدش تطرق ليها؟ لا ما اعتقدش ان ممكن يتبعت حاجه. انا مش عاوز اقول لك ان هنا المعسكر انضباطه غير طبيعي يعني، فما اعتقدش حتى لو بعتوا اي حاجه ممكن مسعد يشوفها اصلا يعني. كابتن ربيع عامل على اللعيبه يعني تعتيم جامد جدا، حاطط امل كبير في البطوله دي، ان شاء الله يعمل حاجه فيها، وان شاء الله باذن الله هم عندهم برضو حافز جدا ان هم يرجعوا بميداليه باذن الله، وانا شايف ان هم مستواهم لما لعبوا مع البرازيل ولعبوا مع نيوزيلندا، انا شايف المنتخب ان شاء الله هيكون ليه يعني مكاسب كبيره باذن الله في البطوله دي باذن الله. رامي ربيعه يعني هيلحق ولا لا؟ برضه حضرتك قريب من هناك عارف. والله يا كابتن عبد الرحمن رامي يعني كان معايا امبارح، وهو يعني بيسابق الزمن يعني انه يعمل حاجه. الحمد لله الاصابه يعني فيه بس يعني الم بسيط جدا بيجيله وهو بيجري، لكن الدكتور اسامه الشاعر قال ان هو يعني ممكن يلعب الماتش الجاي يعني نص ساعه ربع ساعه كده، ده وجهه نظر فنيه للكابتن ربيع. تمام. فان شاء الله باذن الله، لان رامي كابتن الفريق وعليه طبعا عامل كبير قوي في الفوز باذن الله. طبعا. طب يعني دلوقتي موجود من الاتحاد في تركيا طبعا حضرتك والحاج محمود الشامي، واعتقد الكابتن خالد لطيف والمهندس احمد مجاهد بيقولوا برضو رايح، والاستاذ جمال علام وصل. ده كده في حد تاني غير اللي انا قلتهم دول؟ لا ما فيش حد من الحاج محمود الشامي مسافر النهارده. انتوا كده ممكن تعملوا اجتماع مجلس اداره هناك. لا بص يا عبد الرحمن، الحاج محمود الشامي كان جاي، الراجل جاي يعني يتكلم مع اللعيبه ويحفز اللعيبه، وحضر ماتش نيوزيلندا، وكان المفروض اسافر انا هو النهارده افطار الساعه 8 بالليل. بس طبعا الاستاذ جمال علام لسه ما جاش، فانا هستنى اليوم الجمعه، والاستاذ جمال باذن الله هيجي النهارده بالليل ويستلم البعث، وانا هسافر الجمعه باذن الله بالليل باذن الله. الحاج محمود ماشي النهارده باذن الله، عشان طبعا اكيد في حاجات مهمه جدا، اكيد متابعين انه المباراه اتاجلت، مباراه الاهلي والجونه اتاجلت يوم، ويعني اكيد حاجه كمان بحسك الامني بالتحديد دورك مهم قوي الفتره دي في القاهره يا فندم. لا انا على فكره انا يعني الاتصال التليفوني ما اتقطعش مع المهندس مازن ومع قياده وزاره الداخليه في تحديد المباريات، وان الماتش هيتلعب بكره، الاتحاد والمقاولين، يعني المواضيع دي كلها انا متابعها ماشي فيها هنا، وانا موجود هنا باذن الله. متوقع ان الدوره الرباعيه تتلعب؟ نعم متوقع ان الدوره الرباعيه تتلعب في ميعادها بالرغم من احداث 30/6 المتوقعه هتبقى بعدها بيومين. والله يا كابتن عبد الرحمن انا في كده اقترحت على مجلس الاداره وانا هنا. أيوة. ان احنا نعمل دوره رباعيه في احد الدول العربيه، برضو حاجه جديده تكون الاربعه، الاهلي والزمالك والاسماعيلي وانبي، او الاربعه اللي هيوصلوا يعني. يكون التصفيه دي في خارج مصر على اساس ان احنا الدوري يكمل وتبقى حاجه جديده، وبرضو ان شاء الله يعني بنفكر في هذا الموضوع، بس لسه مجلس الاداره يعني ما خدش قرار فيها باذن الله. يعني حضرتك بص، انا طبعا احترامي كامل طبعا لاقتراح حضرتك، لكن انا حاسس ان ده لو حصل هتبقى يعني مش عارف طبعا يعني هتبقى في وجهه نظرك ان حاجه وحشه يعني انها يعني اشعر ان ساعتها هنبقى احنا كده شكلنا مش قادرين نعمل 3 و4 ماتشات، حضرتك فاهم قصدي؟ مش عارف وجهه نظرك انت ايه طبعا. بص يا كابتن عبد الرحمن معلش، اللي بيشوف غير اللي بيسمع طبعا. انت لو تعرف انت عشان تجيب ملعب، يعني انا هنا مش عاوز اقول لك احنا غرفه عمليات عشان يتلعب الدوري ويستكمل الدوري، واذا جبت الملعب ما تلاقيش موافقه الامن، والامن طبعا الظروف صعبه جدا عليه، وخاصه مديريه امن القاهره. وانا بكلمك وانا عارف، اصل انا ممكن اقعد اقول لك يعني ايه ماتش من غير جمهور، ممكن يتلعب كده ب5 6 عساكر و2 ضباط. اللي بيتكلم كده ما يعرفش ان يا بابا في خدمه كوره فيها خدمات سريه وخدمات مباحث وخدمات امن مركزي، يعني اذا قوام الخدمه موجود
سيان في جمهور او ما فيش جمهور. طبعا. فبالتالي حضرتك الامن مكبل بالخدمات بالمحاكمات. طب حضرتك متخيل ان ده اقتراح ممكن يلقى قبول؟ لان قبل كده قالوا مش عارف ماتش قالوا الزمالك اتلعب بره مصر، طلع كل اعضاء المجلس قالوا لا ويعني ايه واحنا خلاص مش قادرين نعمل ماتش، يعني قبل كده اتقال كده. فهل المره دي ممكن يبقى في قبول؟ كابتن عبد الرحمن ده مقترح هم ياخدوا بيه او ما ياخدوش بيه. على فكره مجلس الاداره كل تركيزه في انه ينجح المسابقه، وانا بكلمك طبعا وانت قريب مننا وعارف انا شايف ان المجلس نجاح المجلس في ان يتلعب الدوري والكاس وكاس مصر ودوري ترقي ومنتخب مصر في كاس العالم ومنتخب مصر ماتشين يكسبهم. في كل الظروف دي لما تبقى المنظومه دي ماشيه ومفيش اتحاد كوره، مفيش مقر لاتحاد كوره، دي كلها مصاعد تحول دون النجاح، يعني ما تخليكش تنجح. صح. لما انت تنجح في المواضيع دي كلها فمجلس الاداره يحسب لك اللي بيتهاجم كتير اللي بيتهاجم كتير وكل شويه بيتهاجم الناس اللي تقرب منه تعرف ان الناس دي عندها انكار ذات وعندها مجهود بتبذل. الحاج محمود الشامي جاي مسافر مخصوص جاي عشان يقف جنب المنتخب، جاي على حسابه. الكابتن سيف جاي، المهندس قبل المهندس احمد مجاد، كل الناس دي جايه عاوزه تحفز الكابتن ربيع عشان يعمل حاجه. فالناس دي كلها بتبذل كل ما في وسعها عشان نجاح منظومه الكوره. يقول بقى ده في ده بتفسحه ده مش عارف، لا الكلام ده كله غير طبيعي بالظبط كده. انت اعداء النجاح دي بتلاقيها في كل مكان يعني. اكيد عامه احنا والله بنقدر، انت حضرتك عارف انا بقدرك شخصيا قد ايه يعني، ف يعني بنقدر جدا. اشكرك طبعا يا سياده العميد وان شاء الله بالتوفيق. يعني كان عايز اقول لكم قصه الدوره الرباعيه لو خارج مصر دي تلاقي عروض بالجمله، يعني تيجي طبعا ان هو يستضيفوا البطوله من اولها لاخرها. وعايز اقول لكم ان انتوا هتلاقي الاستادات مليانه، يعني هيبقى حاجه مش عارف، تبقى حاجه محبطه جدا بالنسبه لي، بس ممكن تبقى حاجه جيده مش عارف. يعني طبعا هي ممكن تعود بدخل كمان على فكره على الانديه وعلى الاتحاد لو تم التنفيذ بالشكل ده، الله اعلم. اخر حاجه هقولها عن منتخب الشباب برضو، واحنا كده بنعرض لكم شويه لقطات من اللي جات لنا من تركيا. على موقع يورو سبورت ايجيبت او يورو سبورت النسخه المصريه كان في تقرير لطيف جدا من محمد عماره، وكان بيتكلم على النجوم اللي ممكن يبقوا خطر على منتخب مصر. عشان كده ده الحقيقه اللي شدني ليه. وفعلا انتوا عارفين يمكن المباراه الاولى مع منتخب شيلي، منتخب شيلي عنده 2 لعيبه مهمين جدا وممكن يبقوا مشكله. في اللي متابع طبعا لجماهير مانشستر يونايتد عارفين كويس جدا ان هو انضم انجيلو هنريكيز اللي انتقل الى مانشستر يونايتد، وكان راح ويجن على سبيل الاعاره في الانتقالات الشتويه اللي فاتت، وشارك في 4 مباريات في الدوري و4 مباريات في الكاس، وسجل هدف ضد ساندرلاند. وهو عنده 19 سنه و178 سم، وعنده طبعا حاجات سرعات ومهاره وكمان انتقل، يعني كان استدعي المنتخب شيلي الاول في نوفمبر اللي فات. اللاعب الثاني نيكولاس كاستيو، ده منتخب شيلي للشباب برضو، بيلعب في يونيفرسيداد كاتوليكا الشيلي من العام 2005، كان في اكاديميه الفريق وتصعد. عنده سجل تهديفي رائع مع فريقه يونيفرسيداد وهو صغير في السن، وبرضو ده ممكن يكون من العوامل المهمه جدا في منتخب شيلي. في منتخب انجلترا لاعب توتنهام الانجليزي من 2009 هاري كين، ولعب في انديه درجه تحت الممتازه يعني فتره من فترات علشان يكتسب الخبرات. راجل طويل 188 سم، عنده امكانيات رائعه وعنده سجل تهديفي جيد جدا، 15 هدف في 60 مباراه. جيمس ويرد ده لاعب خط وسط ساوثهامبتون الانجليزي ومنتخب انجلترا للشباب برضو من اللعيبه الخطيرين، وعنده 18 سنه وهيشارك في كاس العالم اللي فات القادم مش اللي فات اكيد. النجم الاثنين بقى من منتخب العراق مهند عبد الرحيم، واللاعب ده انا عارفه كويس جدا، لاعب نادي دهوك العراقي، فعلا مهاجم مميز جدا، عنده 8 اهداف في 9 مباريات مع منتخب العراق تحت 20 سنه، ولعب على فكره في المنتخب الاولمبي ولعب في المنتخب الاول 9 مباريات في المنتخب الاول العراقي، واهدافه كلها يعني مميزه جدا، ولاعب فعلا عنده امكانيات جسمانيه وبدنيه جيده جدا، ومن المهاجمين اللي هيبقوا خطيرين. وناشئ اسيوي، افضل ناشئ اسيوي في 2012. واخيرا محمد جبار المهاجم الثاني في منتخب العراق للشباب، ولاعب نادي القوات الجويه. القوات الجويه ده على فكره لاعب فيه رضا لويشي، لاعب مصري طبعا كان موجود في النادي الاهلي فتره من الفترات. محمد جبار عنده 20 سنه وثاني هداف منتخب العراق تحت 20 عام، 5 اهداف في 7 لقاءات. طيب ده بالنسبه لمنتخب الشباب. خليني اكمل سريعا الاخبار اللي عندي.